مرحبا بكم. أقدم لكم اليوم كيكة الياغورت، كيكة بحجم كبير بمكونات اقتصادية. نحتاج إليها 3 بيضات وكأس من السكر بوزن 120 جرام. كما رأيتم نحرك جيدا، ومن بعد نضيف الزيت بنفس القياس تاع السكر، يعني كأس 120 جرام، 120 ملي الزيت. أهم شيء هو الخلط جيدا، يجب أن تخلطي جيدا. ومن بعد كما رأيتم كأس من الياغورت الطبيعي زائد فانيلا 14 جرام، ونخلطه دائما جيدا. الياغورت وهو الزبادي، يجب خلط جيدا المكونات. في نصيحة مهمة: الفرن يجب أن يكون سخن قبل الإدخال الكيكة الياغورت أو الزبادي إلى الفرن. هذا سر مهم. نضيف الليمون، يعني قشرة الليمون مبشورة بهذا الشكل، وكذلك نضيف عصير هذه الليمونة الحامضة. نحن في المغرب نقول له الحامض. هذا الليمون الحامض هو الذي يساعد الكيكة على الانتفاخ، وتأتي بحجم مرتفع وهشة جدا. سين من الدقيق، الكأس الأول، ومن بعد نضيف الكأس الثاني، ومن بعد ربع كأس، نفس العبار اللي عبرنا به السكر والزيت والياغورت يعني والزبادي، نفس الكأس 120 جراما. ونضيف كيس من الخميرة الحلويات بوزن 15 جرام. دائما أؤكد عليكم الفرن يجب أن يكون ساخن جيد. من بعد لما نضيف الكيكة إلى الفرن ننقص النار، ندعو على 170 درجة. أتمنى أن يكون كلامي واضحا، واستسمح إذا قلت أي كلمة بالعربية خاطئة، فأنا عربيتي يعني على قد الحال. نعملها في الإطار أو في الخاص بها يكون مدهونا بالزيت أو الزبدة والدقيق الأبيض هكذا، ونتركها في الفرن تنضج لمدة ما بين 20 إلى 35 دقيقة حسب الفرن اللي عندكم. المهم خذوا سكين أو أي شيء رقيق ادخلوا فيها، وعندما يخرج ناشف هكذا تكون قد نضجت. وهذه هي الكيكة الياغورت، كيكة الطبيعية، كيكة هشة مرتفعة ما شاء الله. انظري إليها من الداخل، سوف تبهرك، لذيذة جدا. يا سلام، مع كاس من الشاي يا اختي.